السلام عشاق المعجنات، تبعوا معايا هذا الفيديو غادي يعجبكم بزاف. العجين غناخد فيه 2 معالق ديال الخميره يكونوا ملحوسين، يعني ما عامرينش بزاف، نص كاس ديال الحليب، وغادي نزيد عليهم 100 غرام ديال الطحين. غادي نزيد شويه ديال الماء دافي قياس كاس، نص كاس صغير، وغادي نخلط هذا الشيء مزيان، اما بخلاط كهربائي او بيدينا. غادي ندير معلقه كبيره ديال السكر ونكمل الخلط. من بعد غنغطيه ونخليه يرتاح 10 دقائق. من بعد ما كيرتاح كناخذ 400 غرام ديال الطحين كنضيفها، كنزيد ليها ما تبقى من الحليب، كنزيد ملحه وزيت زيتون 3 المعالق كبار، وغنضيف الماء دافي. غنبدا نضيفو بشويه بشويه شحال ما احتاجتو العجين. من بعد ما كيتعجن مزيان غادي نغطيه ونخليه يرتاح نص ساعه، وندوزو نصايبو الحشوه اللي غتكون بالدجاج والبصله، وغادي تكون على 2 ديال المذاقات. اولا كنشحر البصله في زيت بلديه في مقله غير شويه، كنزيد ليها الصدر ديال الدجاج، تقريبا 250 غرام صدر ديال الدجاج مقطع. من بعد ما كيقربوا يطيبوا غادي نقسم الخليط لجوج، غادي نخلي غير النص في المقله والنص نحيدو. هاد النص غنضيف ليه شويه ديال الثومه بودره، ملحه، ابزار، وغادي نضيف ليه توابل مكسيكيه اللي عندها واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليهم، وغادي نشحر مزيان باش يطيب. وغادي نحيد، وهذه كنخليوها الحشوه الاولى. بالنسبه للثانيه فغادي ناخذها، غادي نردها للمقله، وغادي نزيد ليها فلفله حاره مقطعه، غنزيد ليها زيتون كحل، وغنزيد ليها في التوابل ملحه وشويه ديال الثومه بودره، وغنضيف ليها الزعتر وازير مطحونين. وحتى هي غنحيدها، وهكا عندي 2 ديال الحشوات. غادي نرجع للعجين من بعد ما خمر، ها هو غادي ندير الطحين في البلون اللي غنخدم عليه، ونحبط العجين ونحاول نجمعو. غنقسمو على 2 باش نحصل على شكلين. الشكل الاول غادي نخدمو على شكل مربع، غادي نبدا نسرح العجين تنحصل على شكل مربع. غادي نبدا نقطع الجناب شرائط رقيقه بحال كي كتشوفوا، ونخلي الوسط ما نقيسوش. غادي ناخذ دوك الشرائط اللي قطعت كل 3، غادي نضفرهم مع بعضياتهم حتى كنحصل على جناب كلهم ضفائر. بعد ما كنضفرهم مزيان غناخذ صلصه ديال البيتزا وغندهن بها الوسط ديال العجين. غادي نحط الحشوه اللي زدت فيها الزيتون والفلفل الحار ونسرحها، وغناخذ الجبن. هنا غنستعمل جبن الموتزاريلا، وغادي نجمع الضفيره، كنبقى نخلفهم وحده فوق وحده حتى كنسالي. وغنجمع الجناب، غنقطع داكشي اللي شايط في الجناب، غادي نديروه في صينيه ديال الفران، وغادي ندهنها بالبيض. غادي نرشها بجبن اضافي من الفوق. الفران يكون سخون على درجه حراره 200. غادي ندخلها لمده ديال ثلث ساعه حتى كطيب وكتحمر.
النصف الثاني من العجين غادي نشكلو كويرات صغيره وتكون متساويه. غناخد صينيه ديال الفران وغادي نستفي هذوك الكويرات وحده حدا وحده ونشكل بهم دائره ونحاول نزحمهم. غادي ندهنها حتى هي بالبيض وغادي نرشها بالزنجلان، درت الزنجلان بيض حتى هي بنفس الطريقه غندخلها على درجه حراره 200 مده ديال ثلث ساعه. من بعد ما كطيب كنحصلوا على هذا الشكل. غادي نقسمها بالعرض غادي ندهن نص التحتاني ديالها بالجبن، اي جبن طاريه عندكم. غنحط الحشوه ديال الدجاج غادي ندير مطيشه مجففه فوق منهم. اللي بغى الوصفه ديال المطيشه مجففه راه كاينه في القناه. غادي ندير الجرجير او الخس على حسب شنو بغيتو والفرماج من الفوق. وغادي نرجع نغطي هاد الفطيره من الفوق وبالصحه والراحه.